الإنسان السام بالفرنسية لا بيرسون توكسيك هو بنادم اللي تيبغي يتحكم فيك، يطيح منك، ينتقدك ديما ويقلل من احترامه ليك. هو بنادم اللي تيبغي يديرك خاتم في يديه ويقدر يديرك جفاف، يجفف بك الأرض وقت ما بغى. هاد الشخص السام ما عزلكش من دون الناس حيت انت حنين وطيب، لا لا لا، عزلك حيت انت ما دايرش حدود في حياتك. الشخص السام ما شافش فيك نور غيضوي عليه، شاف فيك باب محلول، شاف فيك ضعف في احترام وتقدير الذات، وهذا هو الديفو ديالك. في الغابة السبع ما تيصيدش الغزالة اللي ظريفة بزاف، تيصيد الغزالة اللي تتعرج. في علم النفس نفس الشيء، الشخص السام ما تيقلبش على قلب طيب، قلب حنين، تيقلب على ضحية ما دايراش حدود، تيقلب على ضحية ما حاساش بالثقة والأمان، ومن هنا تيدخلك وتيسترح لك مع العظام. الشخص السام تيدير بيك اللي بغى ملي تعرف باللي انت محتاج ديما لشي واحد اللي يثيق بيك ويهز بيك ويفاليديك. الشخص السام تيفرح باللي تعرف باللي انت تتسامح بزاف، تتنازل بزاف، تتبرر وتشرح كل شيء بزاف بزاف بزاف. واش عرفتي علاش تدير هاد الشيء؟ غالبا ما تتبغيش تفقد عباد الله، غالبا ما تتبغيش تخسر الخواطر، غالبا ما تتبغيش تحس بأنك مهجور أبوندوني. كون كنتي تحترم نفسك وتقدرها كما يجب، الشخص السام ما غيزعمش عليك وغيشوف بابك عالي ما يقدرش ينقزو. اشنا هو الحل؟ الحل ماشي هو تولي قبيح، لا، الحل هو تعاود تبني تقديرك لذاتك واحترامك لنفسك. الطيبوبة بلا حدود راه ماشي فضيلة، الطيبوبة بلا حدود راه هي تدمير ذاتي. من الأخر عزها تعزك. تحياتي وتهلا في راسك.